صورة نزلها محمد سامي بعد خناقة مين الأعلى مشاهدة. الساعة اللي محمد سامي لابسها في الصورة ب 17 مليون جنيه، والله حلوة وتستاهل. أما بقى الأنسيال فسعره 312 ألف جنيه. أما بقى الأنسيال التاني اللي شبه المسمار ده ب 452 ألف جنيه. في أخبار بتقول إن مي عمر خلاص مضت مع الام بي سي مسلسل رمضان الجاي، وغالبا هيكون 15 حلقة برضه. مي كساب كانت عايزة تقول حاجة قبل ما تنام ورزقها على الله. قالت إن المنافسة حلوة وطبعا بتحب نفسها وعايزة تبقى أحسن واحدة في العالم، بس من غير غل وحقد، ونتمنى الشر والاذى للغير. وهنا مي كساب بتطبق اللي بتقوله وقالت لريهام عبد الغفور مبروك يا نرجس. ومنى زكي كمان بتبارك لريهام عبد الغفور على حكايه نرجس. انجي علاء كتبت بوست غريب بتقول مهما مثلت ولعبت دور الضحيه وانت اصلا ان اللي دايس على الناس واذيهم وملبسهم في بعض وواكل حقوقهم، هيجي يوم وتتكشف وقناعك المزيف ده هيقع. في اتنين في بالي انا مش عارفه هو مين فيهم. في اخبار جه فيها اسم جيهان الشماشرجي في قضيه سرقه بالاكراه، لكن جيهان الشماشرجي قالت ان هي ملهاش دعوه خالص بالموضوع ده، ونزلت الستوري دي وشكرت كل الناس اللي سالوا عليها وقالت ان هي زي الفل وواثقه في القضاء المصري. كانت فرصه حلوه جدا تعرف قد ايه الناس بتحبها. بجد بحب مامة آسر ياسين قوي، بعد كل عمل ناجح ليه بتجمع صحباتها وتعمل له حفله تحتفل بيه. شادي شامل هو سبب انتشار اشاعه ان هاني شاكر مات بسبب البوست ده. هاني شاكر سافر باريس عشان يكمل علاجه بره لان حالته مش مستقره، ربنا يشفيه.